بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين في ليله من ليالي دوري الابطال الممتعه والساحره. لقاءات كل الجماهير اللي بتنتظرها في كل مكان عشاق كره القدم. عندنا مباراتين مهمين جدا. المباراه الاولى برشلونه الاسباني في مواجهه انتر ميلان الايطالي، وارسنال الانجليزي في مواجهه باريس سان جيرمان الفرنسي. مواجهات قويه جدا ومواجهات صعب فيها التوقعات، ولكن زي ما عودناكم دايما معانا في ملعب السير عندنا التوقعات والتحليلات الاستثنائيه. علشان كده حلقتنا النهارده هتكون مهمه جدا ان الكل يتابعها. يلا كله بسرعه يعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك، والكل يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم كل جديد اول باول من ملعب السير. خلونا نبتدي بالعملاق الكتالوني برشلونه الاسباني في مواجهه المدرسه الايطاليه انتر ميلان بقياده المدير الفني المتميز سيموني انزاجي، اللي بيقدم اداء متميز جدا الحقيقه الموسم ده، على الرغم ان فريق انتر ميلان الفتره الاخيره بيتعثر، ولكن فريق قوي جدا وفريق صعب جدا ان انت تلعب امامه. خلونا نستعرض بعض الاحصائيات المهمه قبل ما نبتدي تحليل المباراه. فريق برشلونه الاسباني اخر 10 مباريات استقبل 10 اهداف، انتر ميلان في اخر 10 مباريات استقبل 14 هدف. برشلونه الاسباني في الاربع مباريات اللي لعبهم في الادوار الاقصائيه احرز 9 اهداف واستقبل 4 اهداف، على العكس من انتر ميلان الايطالي احرز 8 اهداف واستقبل 4 اهداف. بالنسبه لدوري المجموعات في دوري الابطال، كلا الفريقين متساويين في الاحصائيات، كل فريق فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراه وخسر مباراه. وده يخلينا نتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن مباراه النهارده. مهم جدا جدا نركز في الكلام اللي هنقوله دلوقتي. في البدايه المباراه دي هتكون مسارين، مفيش مسار تاني. المسار الاول وهو انتر ميلان موطن قوته ان بيلعب باسلوب دفاعي متميز جدا جدا. هنا المباراه هتكون متوقفه على حاله لاعبي الدفاع بالنسبه لفريق انتر ميلان، وان يكونوا مركزين جدا، وان تكون نسبه الاخطاء الدفاعيه صفر. طبعا بيتميزوا في حاله لما الفريق المنافس بيضغط عليهم ضغط عالي، متميز جدا في عمليات البيلد اب والبناء من الخلف للامام، وبيقدر يسحب الفريق المنافس ويطلع بالكره من على الاطراف. وهنا بقى الخطوره في الثلث الامامي والجوده الاستثنائيه اللي بيقدمها الموسم ده، ان عنده عناصر متميزه جدا وخطيره. اما في حاله لو الفريق المنافس ابتدى يلعب بشكل حذر وبشكل متحفظ، فبيبتدي يلعب كور طويله على لاعب المحطه اللي بيكون في الثلث الاخير سواء مارتينيز او تورام، وبيبتدي يحرك الكره ايضا من منطقه وسط الملعب على الاطراف. وهي دي نقطه قوه فريق انتر ميلان الايطالي، ونقطه في منتهى الخطوره. المباراه دي هتكون استثنائيه ومباراه صعبه جدا جدا على المدير الفني هانز فليك. ازاي هيقدر يتعامل مع المباراه دي؟ انا شايف ان الامور صعبه جدا جدا على برشلونه، على عكس كل التوقعات. الكل بيقول برشلونه فريق قوي وفريق متميز. برشلونه فريق ممتع وفريق كورته الهجوميه متميزه، ولكن لما بيقابل فريق عنده صلابه دفاعيه وبيعمل زياده عدديه في منطقه وسط الملعب، الامور بتكون صعبه جدا جدا. وايضا مهم جدا ان فريق انتر ميلان انه يبتدي يضغط في منطقه وسط الملعب ويبتدي يلعب كره عنيفه الى حد ما، ولكن بشكل حذر، بحيث ان انت ما تديش فرصه وما تخليش فريق برشلونه يستحوذ على الكره بمنتهى الاريحيه في منطقه وسط الملعب. في الحاله دي انتر ميلان هيكون منافس خطر جدا لفريق برشلونه، وقادر ان هو يحقق انتصار. وده السيناريو المرعب وده السيناريو الاخطر بالنسبه للمباراه. اما بالنسبه لفريق برشلونه الاسباني، في حاله لو احرز هدف مبكر هتكون المباراه سهله عليه، وفي حاله لو انتر ميلان ابتدى يتخلى عن الحذر الدفاعي وابتدى ان هو يلعب كره هجوميه، اعتقد الامور هتكون صعبه جدا جدا، وخاصه الفتره الاخيره بيدخل في مرماهم اهداف كتير. مفيش غير المسارين دول اللي مش هتخرج منهم المباراه. انا شايف من وجهه نظري الشخصيه، لو هتسالوني يا ترى مين هيكون اقرب للمباراه، انا شايف ان المباراه 50-50، ولكن الامور هتكون متوقفه على حاله فريق انتر ميلان. انا شايف ان زمام الامور هتكون في قبضه المدير الفني المتميز سيموني انزاجي، وبالتالي في حاله انتر ميلان لو كان مركز كويس جدا في المباراه دي، قادر ان هو يخرج بانتصار على فريق برشلونه، لان برشلونه منافس قوي، منافس مش سهل، وقادر ان هو يعمل مباراه كبيره جدا. ننتقل بقى لمباراه ارسنال وباريس سان جيرمان. مباراه ايضا هتكون في منتهى القوه وفي منتهى الشراسه. الكل بيقول باريس سان جيرمان عامل موسم قوي، عامل موسم قوي، ولكن الامور هتكون صعبه امام المدير الفني ارتيتا. بالنسبه لك يا لويس انريكي، ليه يا عمور بتقول الكلام ده؟ اقول لحضراتكم فريق ارسنال من افضل الفرق الموسم ده على مستوى الدوري الانجليزي وعلى مستوى الكره الاوروبيه، ولكن للاسف كان بيواجههم سوء حظ كبير جدا جدا بسبب الاصابات الكثيره في الثلث الامامي او في الثلث الخلفي. ولكن بعد عوده ساكا ومارتينيلي معاهم تروسارد، فالامور هتكون صعبه جدا جدا على فريق باريس سان جيرمان. ده غير ان ارتيتا متميز جدا خططيا في حاله لما بيلعب على الاستحواذ وانه يمتلك الكره، عنده خط وسط ملعب قوي جدا، وايضا في حاله الدفاع الزياده العدديه بيقدر يعمل كتله خرسانيه قويه، فبالتالي هو متنوع جدا جدا خططيا. فريق باريس سان جيرمان عنده نقطه ضعف كبيره في خط دفاعه، على الرغم ان عنده وسط ملعب وخط هجوم قوي. علشان كده بنقول الفتره الاخيره الفرق اللي بيكون عندها دفاع قوي هي غالبا اللي بتقدر تحسم المنافسات والمواجهات القويه مع توازن جميع الخطوط. مباريات هتكون جميله جدا جدا في دوري الابطال، وكلنا هنستمتع بيها، هتكون في منتهى الشراسه وفي منتهى القوه. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا الفتره اللي جايه، عندنا حلقات في منتهى المتعه وفي منتهى الجمال. وزي ما عودناكم دايما التميز والرياده معانا في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.